شويه بنتكعبل في بوست كتير فيها خبر او قلشه عن موضوع عوده بلوتو كوكب للمجموعه الشمسيه بعد غياب طويل ولا كانه رجع من الحجاز. ومع كتر تكرار الخبر والناس اللي بتشيره، ناس كتير بدات تعتبره امر واقع خلاص، وناس قليله نتمنى انك تكون منهم فكرت انها تدور على اصل الموضوع وتسال اسئله زي هو ليه بلوتو كان كوكب، وازاي ما بقاش، ومين اللي قال انه رجع تاني. وهي دي الاسئله اللي هنجاوب عليها في الفيديو ده. نبتدي باول سؤال، هو ليه بلوتو كان كوكب؟ اول ناس اخترعوا كلمه كوكب اصلا كانوا الاغريق اللي اهدوا للبشريه بلغتهم كلمه بلانيتس اللي بقت بالانجليزي بلانيت. بس قلشت منهم شويه لان هم كانوا فاكرين ان الارض هي مركز الكون وكل الاجسام بما فيها الشمس والقمر بتلف حواليها وان هي دي كواكب. مع الوقت العالم اكتشف اننا حلوين بس مش مركز الكون ولا حاجه، احنا اللي اسمنا كوكب لاننا بنلف حوالين الشمس. جه عالم اسمه كوبرنيكوس حط النموذج اللي كلنا بنرسمه في المدرسه للمجموعه الشمسيه وترتيب الكواكب اللي بتلف حوالين الشمس. ومع تقدم التلسكوبات بدأوا العلماء يكتشفوا ان في اجسام تانية صغيره بالمقارنه بالكواكب بتلف حوالين الشمس في مدارات بين المريخ والمشتري، وبقوا يعلنوا كل شويه عن اكتشاف واحد منهم باعتباره كوكب جديد لحد ما بقى عندهم 18 كوكب سنه 1850. ده خلى الناس تعيد التفكير في فكره الكوكب اصلا، ويقولوا ما ينفعش يبقى عندنا العدد ده من الكواكب، الاجسام دي اصغر من انها تكون كواكب ولازم نلاقي لهم تسميه تانية. وهنا كان اول مره تطلق تسميه كواكب استرويد، وبقت الكواكب هي الاجسام الكبيره التسعه بما فيهم بلوتو. ومن ساعه اكتشاف بلوتو سنه 1930 والدنيا ماشيه زي الفل لحد تسعينات القرن العشرين لما العلماء بداوا يكتشفوا اجسام تانية حجمها قريب من حجمه وبتشاركوا في مداره. وكانت بدايه نهايه بلوتو لما اكتشفوا جسم اكبر منه هو شخصيا في نفس مداره، اتسمى كوكب ايريس. فضل بلوتو كوكب لحد سنة 2006 لما اجتمع علماء الاتحاد الفلكي الدولي International Astronomical Union، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن تسمية الكواكب، وقالوا احنا لازم نحط حد للمهزلة دي، ما هو مش كل من لف حوالين الشمس بقى كوكب، كده العدد هيبقى في الليمون. احنا لازم نحط تعريف واضح للكوكب، واتفقوا عشان الكوكب يتقال عليه كوكب بصحيح لازم يتوفر فيه 3 شروط رئيسية. أول حاجة إنه يكون بيلف حوالين الشمس، أكيد يعني مش محتاجة نباهة. تاني حاجة إن شكله يبقى كروي مش مبعجر زي الكويكبات مثلا. تالت واهم شرط انه يكون مسيطر على مداره، يعني جاذبيته تكون كفايه انه يا اما يشد اي جسم بيشاركه مداره ويخليه يندمج معاه، او يبقى تابع ليه زي تاثير الارض على القمر، او انه يشوطه بره المدار بحيث ما يبقاش فيه غيره هو بس. الشروط دي هي اللي خلتنا نطلع باجابه السؤال الثاني في الفيديو بتاعنا، ليه بلوتو ما بقاش كوكب؟ ببساطه لانه ينطبق عليه الشرطين الاولانيين بس، وده خلى نتيجه تصويت الاتحاد الفلكي العالمي هي تجريد بلوتو من كوكبيته ونزوله لمرتبه اقل واللي سموها كوكب قزم دورف بلانيت. طب ايه اللي جد بقى؟ اللي جد ان في مركز اسمه هارفارد سميثسونيان لابحاث الفيزياء الفلكيه عمل ندوه عامه للجمهور استضاف فيها 3 خبراء في علوم الفضاء لاعاده التفكير في سؤال ايه هو الكوكب. بلوتو طبعا كان محور المناقشه الرئيسي عشان اللقب اللي خسره في 2006. وفي نهايه الندوه السؤال اتطرح للتصويت على الجمهور الحاضر، وكانت نتيجه التصويت ان بلوتو كوكب. بس هل ده معناه ان خلاص كده بلوتو هيرجع كوكب تاني؟ طبعا لا، لان اللي شارك في التصويت كان جمهور من عامه الناس، واعلنت نتيجته جهه غير رسميه، وزي ما قلنا الجهه الوحيده اللي ليها القول في الموضوع ده هي الاتحاد الفلكي الدولي. يعني باختصار بلوتو مش كوكب، بلوتو كوكب قزم، وكونه من الكواكب القزمه مش ناقص نعايره بيه، بالعكس ده بدل ما كان بيعتبر كوكب درجه تانية زمان عشان كان حجمه صغير، دلوقتي بقى فيه ليه تصنيف محترم بيجمعه مع ال4 كواكب القزمه اللي شبهه بدل المقارنه الظالمه اللي كانت بتحصل بينه وبين الكواكب الكبيره في المجموعه الشمسيه. تخيل بقى ان كل المواقع والبوست بتاعت عوده بلوتو دي سببها ناس يا اما كانت بتنقل اخبار مقصوصه علشان الاثاره والتشويق، او بتنقل من مواقع عمياني كده من غير ما تتاكد من صحه المعلومه. يمكن ما نقدرش نسيطر على اللي بيعملوا او بيروجوا الاشاعات دي، لكن ما ينفعش نتعامل بنفس الاهمال ناحيه اي خبر نقراه او نسمعه، لازم نفكر فيه 1000 مره بشكل نقدي قبل ما نشيره. يعني نتاكد من صحته ونشوف مصادره الاساسيه بنفسنا، ونقف نسال نفسنا ليه هنشير الخبر ده وليه هنصدقه اصلا. ودينا بنساعدك تعمل ده، وبنديك لينك لفيديو الندوه المسجله ولينك للبيان الصحفي تحت الفيديو عشان تتاكد من صحتهم بنفسك. ما تنساش تدخل تناقش المحتوى بتاع الفيديو على موقعنا.